اللي قاعد في البلكونه اللي تحتيها ده، اللي قاعد في البلكونه اللي تحت ده. من أكتر الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل حاليا فيديو نيرون بورسعيد. الشخص اللي شفناه من شوية أشعل النار في شقته ونزل تسلق على البلكونة اللي تحت منه وقعد ونفض هدومه بكل برود وبكل أريحية، وبعدين أشعل سجارة وقعد ينتظر الأمن. في الفيديو ده بإذن الله هنتكلم عن تفاصيل اللي حصل وإيه السبب اللي دفع الأخ اللي ظهر قدامنا في الفيديو دوت إنه يشعل النار بالشكل ده في شقته وبعدين ينزل ويولع سجارة بكل هذا البرود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة زي ما قلنا خاصة بفيديو منتشر اسمه نيرون بورسعيد. فيديو بيظهر فيه احد الاشخاص بعد ما اشعل النار في شقته وهو بيتسلق او بينزل على الدور اللي تحت منه، وبعدين بيجلس وبعدين بيقعد على بلكونة الشقة بعد نزوله ليها وبيشعل سجارة. طبعا المشهد دوت اتعمل كوميكس وناس كتير علقت عليه وناس كتير استغربوا من الموقف وناس كتير قالوا ازاي يكون هذا الشخص بهذا البرود، ازاي؟ وما كانوش كمان وهم بيعلقوا او بيعملوا كوميكس او بيعملوا اي تعليقات على الفيديو ما كانوش كمان يعرفوا ان الشخص ده هو اللي ولع النار في الشقة اللي فوق منه. الموضوع من بدايته مشكلة عائلية، الموضوع من بدايته انتقام. الاخ اللي ظهر قدامنا في الفيديو دوت اسمه محمد ربيع. محمد ربيع شهرته في منطقته اسمه ابو النوم او شهير بابو النوم. محمد ربيع كثير المشاكل في المنطقة اللي بيعيش فيها، شارع عمر بن الخطاب في نطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد. كثير المشاكل مع اسرته ومع جيرانه ومع اهل منطقته. محمد ربيع او ابو النوم كثير المشاكل مع شقيقه اللي بيشاركوا الشقة اللي هو ولع فيها وظهرت قدامنا في الفيديوهات. الموضوع من بدايته ان بعد وفاة والد محمد ربيع دبت المشاكل ما بينه وما بين شقيقه. اضطرت اخته انها تاخد والدته للإقامة معاها عشان تبعدها عن مشاكل الاخ اللي ظهر قدامنا في الفيديو. وفضل محمد ربيع وشقيقه الاتنين مقيمين في نفس الشقة اللي شفناها بتولع من شوية. محمد ربيع كان متزوج وشقيقه كان متزوج، كل واحد في أوضة والاتنين مقيمين في نفس الشقة اللي شفناها بتولع. طبعا مشاكل مستمرة، مشاكل ما بين الزوجات لغاية ما انفصل محمد ربيع عن زوجته وفضل شقيقه متزوج في الشقة وهو مقيم معاه. طبعا المشاكل مستمرة كل يوم بينهم لغاية صباح الأمس. الجيران وكل اللي يعرفوا محمد ربيع الشهير بابو النوم عارفين ان هو كثير المشاكل وعلى طول خناقات مع شقيقه ومع جيرانه ومع اهل منطقته، لانه كان فاتح مغسلة جنب العمارة اللي بيسكن فيها. معروف بالمشاكل اللي حصل صباح امس ودوت بشهادة شهود عيان، ان بعد احتدام المشاكل ما بينه وما بين شقيقه انتظر لغاية ما اخوه وزوجته مشوا وسابوا الشقة، وبدأ الأخ محمد ربيع الشهير بابو النوم إن هو بيكسر في محتويات الشقة ويرمي جميع محتويات الشقة من البلكونة، يرمي تلفزيونات، يرمي أجهزة، يرمي ترابيزات، بيرمي حتى على الناس اللي ماشية مش همه. بدأ الناس تنده ليه، بدأ الناس انها تحاول انها توقفه عن اللي بيعمله، لكن هو كان في حالة هياج او الله اعلم كان في حالة انتقام او ايه المشكلة اللي دفعته ان هو يدمر المكان اللي عايش فيه. الكلام دوت من صباح حتى وقت الظهر او الساعة 1 تقريبا، وبعد كده بدأ محمد ربيع في اشعال النار. بدأ الجيران يشوفوا دخان طالع من الشقة وبدأ الناس تتجمع ويطلبوا المطافي والكلام دوت لغاية ما النار تملكت من الشقة. وبعدين ظهر محمد ربيع في مشهد تاني، مشهد غريب جدا بيوضح مدى تركيزه وان هو مش مثلا زي ما الناس بتقول عنده حاجة عقلية او الكلام دوت دفعته ان هو يعمل كده. ظهر محمد ربيع زي في اللقطة اللي قدامنا دلوقتي
وهو بينزل من الشقة اللي في الدور الخامس، الشقة الخاصة بيه وبشقيقه، بيتسلق على واجهة العمارة زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبينزل للدور اللي تحت منه. طب ليه نزل للدور اللي تحت منه؟ لانه عارف ان الدور ده فاضي، اللي بتسكنه سيدة بترجع من شغلها مثلا بعد العصر، وان الشقة معمول لها باب حديد، فعشان كده هو هينزل وفاكر ان محدش هيعرف يوصله. ولع في الشقة وخلص على كل حاجة وانتقم من اخوه من زوجة اخوه، وبعد كده ظهر قدامنا زي ما احنا شفنا في اللقطات، او زي ما احنا بنشوف اللقطات دلوقتي، ظهر قدامنا وهو بينفض هدومه بكل برود وبكل مش عارف اقول ايه، وبدأ ان هو يولع سجارة ولا كأنه عمل حاجة. المشهد دوت مشهد استفز الملايين، مشهد خلى الناس تستغرب ازاي شخص يكون بالبرود ده، ازاي شخص يقدر ان هو يشعل النار وبعدين يقعد بكل الراحة النفسية ديت ويولع سجارة ويقعد بكل مزاج ينتظر تدمير الشقة بعد حرقها بالكامل. طبعا اللي عمله الأخ محمد ربيع الشهير بابو النوم تسبب في أضرار بالغة لجيرانه اللي جنبه واللي فوق منه، شققهم تقريبا اتدمرت واتفصل الكهرباء عن العمارة كلها بسبب الحريق، وأصيبوا جميعا تقريبا بحالات اختناق وتم نقلهم للمستشفى، والأخ قاعد مولع سجارة ولا بباله. حتى قوات الأمن لما وصلت للمكان وبدأت تتعامل معاه وقدرت إنها تفتح الشقة وتدخل ليه عشان تجيبه، حاول أبو النوم أو محمد ربيع إن هو يقاوم، وحاول إن هو يوضح ليهم إنه ما عملش أي حاجة، ولكن تم القبض عليه طبعا وجاري معاه التحقيقات حاليا عن الأسباب اللي خلته يشعل النار في شقته وشقة أخوه اللي عايش معاه. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعة خاصة بالفيديو المنتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيديو المعروف باسم نيرون بورسعيد، الفيديو اللي بيظهر فيه شخص بيشعل النار في شقة وبينزل للشقة اللي تحتها من على واجهة العمارة وبيشعل سيجارة بكل برود وبكل راحة نفسية. اتكلمنا في الفيديو دوت عن تفاصيل اللي حصل وأسباب لجوء هذا الشخص لإشعال النار في الشقة بالشكل دوت. بإذن الله متابعتنا مستمرة معكم، بإذن الله متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الأخبار وفي أي مكان، بإذن الله هتلاقوه موجود هنا زي ما تعودنا معاكم على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان بإذن الله يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.